أترى عملنا ما يديم بقاءنا يا خيبة المسعى إذا لم نعتبر. صباح الخيرات. النهاردة أول يوم في آخر سنة، في آخر ترم، في كل حاجة في حياتي التعليمية والأكاديمية كلها في الكلية. يعني ربنا معانا الترم ده ويعديه على خير، لأنه بنشتغل في مشروع التخرج. حضراتكم هتتشرفوا معايا في الجامعة النهاردة عشان نقضي اليوم سوا وتشوفوا احنا بنعمل ايه وايه الحاجات اللي احنا بناخدها في قسم الجرافيك. ومعلومة ان احنا حاليا شغالين في مشروع التخرج، يعني مفيش اي مواد تانية من القسم انا ذكرتها في الفيديو اللي فات. ده كله خدناه في السنين اللي فاتت يعني. فالمرة دي بنشتغل مشروع تخرج، وانا مشروع تخرجي هو عبارة عن فن كتاب، يعني الصفحتين اللي بيبقوا في كتاب دولت زي ما شرحتها لكم قبل كده، وفي زمايل تاني بيعملوا انيميشن. بس يعني عشان ايه، يعني دي معلومة عشان تكونوا فاهمين ايه اللي بيحصل في الفيديو. بس يلا بينا ننزل الجامعة. اوكي، دي اللي انا هشترك فيها في المعرض بتاع فنان صاروخان. هو الدكتور، هم الدكاترة يعني كلهم خلونا نعمل، وبعد كده اختار كذا حد ودول اللي هيشتركوا في المعرض. فدي اللوحة بتاعتي بالحبر واسلوب التهشير، مستخدمة فيها اسلوبين، الاسلوب دوت والاسلوب بتاع الخطوط الطويلة. خلونا بقى ننزل الجامعة. أن الحظ في الحياة حقيقة، وتطوير الذات يقولك ما في حظ، في اجتهاد وإصرار. هذا الكلام غير صحيح. الحظ في الحياة موجود، الحظ في الحياة موجود. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عكاشة، قال له اجعلني منهم يا رسول الله، أي قال أنت منهم. فجاء الثاني قال له سبقك. حظ ولا مو بحظ؟ ما معنى حظ؟ معنى الحظ نصيب، معنى الحظ النصيب. طيب السؤال، هل الحظ يمكن أن يجعلني ناجح؟ الجواب لا. ارسلنا على بر. الارتست ايمان. صباح الخير. النهارده صحيه بصراحه مش قادره ولكن يعني هنستمر. المهم النهارده في معرض حاليا رايحه الكليه يعني عشان احضر المعرض ده بتاع الكاريكاتير اللي قلت لكم الاسبوع اللي فات، ولكن مش عارفه العنوان فين. هنروح نبحث عنه لسه ونشوف الطريق يؤدي الى فين يعني. رائعة. ما شاء الله، من غير عين. جميلة قوي. عايزاكي تقفي بقى قدام اللوحة بقى بالقلم. النهارده ما يدل على ان الكليه طلابها امامهم مستقبل باهر ومشرق، امكانيات وطاقات عظيمه جدا بتقدم بصوره فنيه خلاقه. احنا قدمنا صوره الفنان العظيم الكسندر صاروخان النهارده من خلال طلابنا ومن خلال اشراف رائع جدا من دكتور فاطمه باكثر من صوره واكثر من اسلوب للاظهار والتوصيل الفكره او المعنى، ولكن كلهم مثبت. الفيدباك او الاشاده اللي سمعتها النهارده من الاحاديث الجانبيه وبين اساتذه افاضل تدل على ان باذن الله ان شاء الله هنشوف دايما الفنانين بتوع الكليه في اعلى الاماكن، ينتظرهم باذن الله استمرار مستقبل مشرق. كل التحيه لكل من ساهم في اعداد اليوم. الفنان الكبير الكسندر صاروخان يعد حديثا عن مرحله بدايه تكوين مدرسه الفن الكاريكاتوري في الوطن العربي، كما ان اعماله تنقل فيها الخطوط باشكالها، لكن الحركه فيها طبيعيه بشكل مخفي ومتناسب مع الموضوع، تلمحها خاصه في النجوم التي يرسمها ببراعه، وهو لا يتورع عن كشف الصفات المتخفيه بالشخصيه المرسومه ببراعه. وفي مقابل هذا تظهر في رسومه الساخره ابسط انواع التشابه باقل الخطوط، مما يجعلها في
اتجننت خالص. ومالها يا يوم؟ استني بعمل نفسي كيوت. كان نفسي اخدك كنت بتزعقي بجد. ليه طبعا مش قد كده بس مش مشكلة. حسن يا نورين. قولوا هاي يا نورين. هو الله يا جماعه اهم حاجه انتوا. لازم يا رب. احنا نعمل الفيديو بصوتنا بقى. لما انتي تشهري وكده انتي هتفتكرينا بقى نعمل الفيديو بصوتنا يا ايه. والله بكلموني بقى ساعتها بفكر. انا من اوائل اللايك قناه. قلتوا ايه؟ قلتوا يا نورين. ايه؟ قلتوا ايه؟ هنعمل الفيديو بصوتنا عشان احنا بقى ابطال. خلاص ماشي. قلتوا ايه؟ بقول لك انا من اوائل اللايكس بتوعك. اشمعنى يوم ده يعني؟ انا هقول لك قولي هاي. مشروع جامد جامد. تزعلي نورين لما تتخرجي؟ ايه؟ تزعلي لما تتخرجي؟ هزعل؟ انا متأكدة هعيط من الفرح. انا هعيط اليوم ده بس انا هعيط من الفرحة ان انا مش هشوف الجزء. حكيرة قوي بجد. طلع اسم الفيديو؟ لا هعيط من الفرح من البكاء ان انا يا جماعة لا مش عايزة امشي خالص. بحبكم كلكم بحبكم موت. 5 أموال. يعني الدنيا ضلمة شوية بس مش مشكلة. مش مشكلة. انا بتصدم من شكل الفيديو. مين اللي وحش ده؟ انت عارفه ان اللي بتدي ثقه في نفسي اكتر ما هي مهزوزه. لا لا انت عشان مش قعدتي امبارح تقولي لي انت بتتجاهلي في كلامك. تمام مين اللي قالت لي؟ اسكتي. انت السبب في كل اللي بيحصل. يا جماعه يا بنتي الفرشه عايزه اقول لكم حاجه. انا لما اتخرج مش هزعل. انا مش باصه الكاميرا عشان بتكسر. مش مشكلة. لما اتخرج مش هزعل. ليه بقى؟ لحظات وحشه قوي لما انزل الكليه وانا مش الوحيده اللي هتزعل على الكل. ايه وانا هزعل جدا على فكرة. يا جماعه انا بحب الكليه قوي بس بكره لا بس الدكاتره بيحبونا وبيعاملونا كويس. بصراحه عمرهم ما بيدونا ماينس. ايوه جينا متاخر عادي وبنروح بدري. ايوه قوي جدا يعني اخرنا في الكليه لايك 1 الظهر او حاجه. ايه ده بجد؟ احنا بنكذب بس يعني حد يلحقنا. وعمر ما حد قال لي انت كده اللي هو دي بصي. ايوه بقول كده اصلا. دكتور قال يطلع عنده قناه اليوتيوب اكتشف عنده حاجه. اني يوتيوبر يا جماعه محدش عايز يطلع على التيك توك ويقول كبسوا كبسوا بعتوا اسد والحاجات دي. انت يا حبيبتي ما انا عايزه اطلع بس عايز حد يشجعني. هو ده مش شغال. يلا بينا يا بنتي يلا تكبسوا. انت فصلت ولا ايه؟ بعدين انا في الاول ببقى بطيئه اصلا. في الاول ببقى اللي هو محتاجه دفعه قويه بس. كلنا محتاجين دفعة قوية. زقنا لاخر الترم. يا شلوت كده ودينا لاخر الترم. ده اكيد بيتعمل المونتاج ده. قولها يا هنا. انا مشروع تخرج مميز جدا 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 يعني. ده اصلا ده ايه اصلا ده معمول ازاي؟ انتي هتنزلي الفيديو ده امتى؟ 5 الجاي ده. ماشي تمام. عشان نرجع بعد كده نفتكر ايام ديت. افتكر الايام دي وهنزعل والله. ده حقيقة. انا كنت فاكره انا مش هزعل وبعدين بس طلعت ان انا هزعل. وانا ما كنتش عايزه ازعل. الموضوع مؤثر قوي بجد. كنتش عايزة اتأثر. انا حاسه ان انا قاعده في الموضوع. كانت لما دكتور فاطمه تقول هنزعل وبتاع كنت بحس ان انا لا مش هزعل عادي. يا نهار بطبطكم. عشان كمان بنخلص فتحسي لا بس انا حابه السنه دي والله. بس
حاسه اكتر سنه يعني اكتر سنه مريحه وبتعملي فيها اللي انت عايزاه بالظبط، عشان ما عندكش مواد كتير، ما عندكش مشاريع كتير، انت عارفه انت عايزه ايه وبتعملي ايه وخلاص الموضوع على كده. وبعدين مش مقيده بقى بكل حاجه هتعمليها لازم تبقى زي دماغ الدكاتره. بالظبط، ده اسلوبك انت. احلى حاجه مفيش مقارنه، كل واحد بيعمل حاجه مختلفه عن التاني. حاسه ان انا في فرصه ان انا اغير نفسي في حاجه اصلا. الكلام عن التصوير اللي احنا بقينا فيها دي، وفي حاجه معينه يا جماعه انتوا بتعملي ايه؟ بنتكلم عن الذكريات واللي احنا هنوحش بعض بعد ما نتخرج. خلاص بقى ايه بقى، خلاص بقى بصوا بقى بتسووا سمعتي. تخيل الناس بقى جت تشوف الفيديوهات مش هتفتكر انك بتهزري، هتفتكر انك بتتكلمي بجد. مين قال انها بتهزر؟ دي انسانه مش طبيعيه. يا لهوي عليكي. قولي هاي. بصي انا مش عارفه ايه اللي عملته في نفسي ده. انا من اول ما اشتغلت في الشغل خالص انا مش عارفه اعمل ايه ده. انا معاكي اصلا حاجه اللي هي فيها يا رفقة. شغل رائع. ماشي بس فاتك مغامر بقى. انا كنت اجيب شغل يا ساندي. هاي. انا شايفه انا حاسه بملل جدا، اصل انا هعمل موضوع الارضي ده كتير فاهمه. من اكتر الحاجات اللي ساعدتني بجد ارتاح يعني كعقليا واكون هاديه كده كنفسيا، هي ما شتتش نفسي باي حد تاني، سواء الشخص ده اشطر مني احسن مني في حاجات كتير قوي، ومعرفتي بان فعلا في ناس اشطر مني سواء احسن مني بكتير وبتعرف تعمل حاجات اسهل مني واحلى مني وموهوبه اكتر عني. كنت الاول دايما حاطاهم يعني مش في دماغي، بس اللي هو دايما شايفاهم، حاسه ان هم الله نفسي اكون كده مش عارفه ايه، وافضل دايما اقارن اي حاجه بعملها بيهم. ده كان خلاني بجد احس بعدم راحه نفسيه وعدم رضا عن نفسي اي حاجه بعملها، ولا حتى كمان مستمتعه. اوكي هم كويسين جدا وشاطرين جدا وكل واحد ليه بصمته وكل واحد له الستايل بتاعه، فانا بقى اركز على الستايل بتاعي وازاي ممكن اقدر اطور منه، ازاي ممكن احسن منه، ازاي ممكن احط انا روحي انا فيه، او ازاي اعبر عنه بطريقتي انا مش بطريقه حد تاني. كل واحد بيكون مميز في حاجه معينه والتاني مميز عنه في حاجه تانية، فبيكونوا يعني مختلفين وكل واحد ليه بصمته وكل واحد ليه منظوره للحاجه ديت. فمقارنتنا ساعات ممكن نخلينا شبه الاشخاص ديت، بنحاول نقلدهم في حاجات معينه وبالتالي بنكون نسخه من بعض، مش بنكون كرييتيف في اي حاجه او مش بنكون بنعبر عن نفسنا بشكل معين. هو الفن عموما كله عباره عن تعبير وابداع من الشخص نفسه. لو دايما حاولنا ان احنا نقارن نفسنا بيهم ونحاول نقلدهم، ساعتها احنا بصمتنا وروحنا هتختفي. بقيت بحافظ دايما على العقليه ديت، ان كل شخص فينا عنده بصمه معينه وعنده ستايل معين، فانا فين بصمتي بقى، فين النقطه اللي انا واقفه عندها وفين النقطه اللي انا عايزه اوصل لها. وتصالحي مع الناس التانية ومع شغلهم ومع انهم احسن مني ومع انهم كذا، واحاول ان انا اشوف مثلا هم لو كانوا بيتعلموا بطريقه معينه ازاي وصلوا الحاجه ديت، واتفرج عليهم بنظره اللي هو الله انت حاولت فعلا تبين ستايلك في الحاجه ديت. ما حاولش بقى انا اروح اقلد نفس الستايل او اروح اقلد نفس الحاجه اللي هما بيعملوها، لا اشوف بقى الحاجه اللي انا عايزه اعملها انا اللي تكون بتمثلني انا وشبهي انا بس. فالنقطه ديت موجوده كتير قوي في كليتنا، لان احنا اكتر ناس بجد بيحصل بينهم مقارنه حتى في التحكيم او في التصليح، يعني كلهم بيقارنونا ببعض، حتى المشاريع كلها بتتقارن ببعض من الاحسن للاسوأ، فغصبا عننا بيحصل لنا اللي هو احنا دايما بقينا بنقارن برضه نفسنا ببعض وبنحاول دايما نقلد وشوف انهي احسن، يعني حاجه مثلا حلوه حد عملها فاحنا كمان نعملها، مع ده غلط. فعايزاكم
من بعد دلوقتي لو حد بيمر بنفس الحوار دوت انه دايما بيقارن نفسه بحد تاني بناس اعلى منه، لا يدور على بصمته هو ويدور على الحاجه اللي هو عايز يعملها ويعملها ويجري ويفضل يطور منها لحد ما يوصل لنقطه معينه ويكون راضي عنها. واكيد طبعا اللي احنا لو وصلنا لنقطه معينه بنكون راضيين عنها مش هنعرف نتطور، فطبيعي ان احنا مش بنكون راضيين على اي حاجه بنعملها، ده طبيعي جدا وده الاحسن عشان نعرف نتطور. بس على الاقل نكون فاهمين الحوار، فاهمين ان احنا دلوقتي في مستوى مثلا الزيرو او مستوى 1، في ايه الخطوه الجايه بقى عشان اوصل لمستوى 2 وهكذا يعني. فحاولوا دايما ما تقارنوش نفسكم باي حد حواليكم. عارفه الموضوع بيبقى غصب عننا بصراحه، بس يفضلوا دايما محافظين على العقليه ديت ان انتم مبسوطين من الناس اللي شاطره جدا، من الناس اللي عارفه تعبر عن نفسها، وشوفوا انتوا ازاي ممكن كمان تعبروا عن نفسكم. الموضوع هيحتاج وقت ويحتاج مجهود كبير جدا، بس في الاخر هتوصلوا لحاجه زي كده وتكونوا راضيين عن نفسكم. في نفس الوقت ما انتم ما بقيتوش نسخه عن حد تاني. بس هنا كل حاجه بتبدا حرفيا من هنا يعني، مشي عليه وبتطور منه. وانتوا كمان حاولوا تدوروا على ستايلكم انتم واحساسكم انتم وازاي تطوروا منه وتتعلموا كل يوم تزيدوا حاجه ولو 1% في اي حاجه بتعملوها تكون احسن. حطوا لكم تحديات معينه في كل حاجه بتعملوها خارج بره منطقه الراحه بتاعتكم عشان تقدروا تتطوروا وتقدروا تكتشفوا جوانب تانية من نفسكم انتوا لسه مش مكتشفينها. فالتحدي اللي انتوا بتحطوه في كل لوحه او في كل اي حاجه بتعملوها هي اللي بتخليكم تطوروا وتعرفوا جوانب تانية ما تكونوش تعرفوها لو ما تحددتوش نفسكم وجربتوا حاجه مختلفه عن انتوا بتعملوها. بس فانا بحاول اعمل كده في كل لوحات زي ما قلت لكم اللي انا بعملها. انتوا حاولوا تعملوا كده لو اي حد عايز يطور من نفسه، لان الحوار بجد 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 بيطور من اسلوبك ومن احساسك وبيخليك مختلف تماما يعني. بس وبرغم ان احنا عارفين ان احنا لسه عندنا كسور، لسه عندنا حاجات كتير عايزه تتظبط، لسه مستوانا مش احسن حاجه، لسه بس احنا لسه في مرحله التعليم. احنا لسه ما وصلناش للمرحله اللي خلاص احنا ممكن احنا كمان نعلم الناس اللي تحت منا او نكون واصلين لمرحله بروفيشنال قوي، لا احنا لسه في مرحله التعليم. فاستمتعوا بالمرحله ديت، والكلام ده لنفسي يعني هنستمتع بالمرحله اللي احنا بنقضيها ديت وازاي بنتعلم، ونستمتع ان احنا كل يوم بنطور من نفسنا وبندور على جوانب تانية والكلام ده كله. فزي ما انتوا بتجتهدوا في الحاجه ديت حاولوا كمان تستمتعوا وتكونوا حابين المرحله اللي انتوا فيها ديت. وزي ما قلت لكم بلاش المقارنه ديت اسوأ حاجه في الكون. كل واحد له بصمته وكل واحد له اختلافه عن الشخص الاخر، كل واحد له منظوره وكل واحد له تجربه خاصه، وكل واحد هدفه في الحياه غير هدف الناس التانية، غير هدف الشخص اللي انا حتى معاه في نفس السكشن في نفس البتاع. كل واحد مننا ليه مستقبل تاني وليه طريق تاني فمش معادله ابدا ابدا ان احنا نقارن نفسنا باي حد. ممكن نقارن نفسنا اللي هو الله هم شاطرين قوي واصلين منطقه معينه، انا عايزه كمان اوصل للمنطقه دي بس مش نفس منطقتهم منطقتي انا، فاهمين؟ فالعقليه دي احتفظوا بيها جدا لانها هتريحكم وهتخليكم يعني وانتوا بتتعلموا مش مضغوطين كده ومقروفين من نفسكم، يعني تحبوا نفسكم وتحبوا الحاجه اللي انتوا بتعملوها. بس كده بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بجد بجد من الفيديو، واشوفكم في فيديوهات قادمه وفلوجات قادمه. باي.